مش عايزك تستغرب لو لقيت المغرب مخلصه المجموعه دي كاول مجموعه. نيجي بقى لجروب سي اللي فيه 3 منتخبات اقوى من بعض، وهم البرازيل والمغرب واسكتلندا ومعاهم هايتي. اسماء كتير جدا في البرازيل جامده، بس للاسف هم ما عندهمش عمق في تشكيلتهم. بس كده كده البرازيل هتخلص المجموعه دي كمتصدر، بس مش عايزك تستغرب لو لقيت المغرب هي اللي مخلصه اول فوق البرازيل. ليه؟ لان المغرب اخدوا قرار جريء جدا لما اقالوا المدرب بتاع المغرب اللي قدر يحقق معاهم الانجاز العظيم بتاع السيمي فاينال، وهو وليد الركراكي، وعينوا بداله محمد وهبي. محمد وهبي هو المدرب اللي كان ماسك منتخب المغرب للشباب في نسخه كاس العالم اللي فاتت، وقدر ان هو يكسب بيهم كاس العالم للشباب. لاول مره في التاريخ نشوف منتخب عربي بيكسب كاس العالم للشباب، كان هو ساعتها محمد وهبي ده اللي ماسكه. فطبعا الاتحاد المغربي اللي انا شايف ان هم شغالين بقالهم اكتر من 8 سنين، تحديدا من 2018، شغل جبار على جميع على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات، عاملين شغل مش طبيعي. وبالتالي ده اترجم لهم ان هم نسخه كاس العالم اللي فاتت قدروا ان هم يوصلوا للسيمي فاينال. السنه اللي فاتت بنشوف منتخب الشباب بياخد كاس العالم، فحركه جريئه جدا. اقالوا وليد الركراكي، شكرا انت وصلت بينا سيمي فاينال كاس العالم، بس احنا عايزين نجدد الدم. قاموا جايبين محمد وهبي صاحب الانجاز الاعظم، امسك يلا. اسماء شابه جديده. بتشوف النهارده منتخب المغرب لعب 4 ماتشات وديه قبل كاس العالم، ما خسرش منهم ولا ماتش. سجل اكتر من 10 اجوان في ال4 ماتشات دول، فهو منتخب قوي 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 قوي. فانت ما تستغربش لو لقيت ان المغرب مخلصه فوق البرازيل.